ديك المراه اللي ما كتنساش، ديك المراه اللي مختلفه واللي صعيب يتعاود بحالها. ماشي بالضروره تكون باقه في الحياه، ولكن كتكون باقه حاضره في القلب وفي العقل. ممكن تغيب المسافات طويله، وممكن يدوز وقت طويل، وممكن كذلك تبدل الظروف وتفرق الطرق، لكن الاثر الحقيقي ديالها عمره يتمحى. اليوم فيديو جديد وموضوع مميز جديد، لكن قبل ما نبدا حبيت نقول شكرا لاي وحده دخلت، وشكرا لاي وحده اشتركت عندي في القناه. شكرا لاي وحده دعماتني وخلات لي لايك وتعليق. اليوم غنعطيك الاسرار الخفيه اللي غتخليك تكوني ديك الانسانه اللي كتخلي اثر فين ما مشات، وكتخلي الذكرى لاي واحد داز في حياته. اولا خليك ديما الانسانه اللي عندها مبادئ وما كتبداش حسب الاشخاص، ثابته في القيم ديالها، والمعامله عندها كتقاس بالتصرفات والاحترام المتبادل. تعلمي كيفاش تمشي في هاد الدنيا وقلبك بيض وزوين، ولكن تكون حدودك واضحه، حيت الطيبه بلا حدود كتولي استغلال، وكاين اللي كيعتبرها سذاجه. داكشي علاش خاص الاهتمام ديالك بعقلك يكون قد ما كتهتمي بالشكل ديالك. المراه المثقفه والواعيه اللي عندها طريقه خاصه في التفكير كتخلي اثار قوي فين ما مشات، واثار اطول من اي جمال خارجي. حتى الا غبتي خلي غيابك يكون عنده قيمه قد القيمه اللي كتكون في الحضور ديالك. ما تكونيش موجوده في اي وقت وما تكونيش متوفره. هادشي كيخلي بنادم تباني ليه امر عادي ومألوف. المعارك ديالك عمرك ما تحاولي تربحيهم كلهم، البعض منها سكاتك، والنضج ديالك اقوى من الف رد. الطاقه اللي غتخسري في الرد عليهم حافظي عليها وخليها ديما طاقه زوينه. ضحكي وخلي اللي معاك ديما يحسوا بحضورك راحه ماشي ضغط. خلقي عالم خاص بك ومملكه ديالك بوحدك، مملكه كلها احلام واهتمامات وطموحات. تعلمي تقولي لا مني كيخصك تقوليها. الناس كيتفاجئوا مني المراه كترفض باحترام وكتحافظ على كرامتها. اي حاجه ما مناسبكش رفضيها بكل ثقه وبدون خجل، سواء من القريب ولا من البعيد. المراه اللي ما كتنساش ماشي هي اللي كانت مميزه في نهار واحد او لا في موقف واحد. المراه اللي ما كتنساش هي اللي كتطور من راسها باستمرار وبلا توقف. هادشي كيخلي الناس ماشي غير كيتفكروك، وانما كيخليهم مستحيل ينسوك نهائيا. الفرق كبير، الأولى فيها تصنع والثانية فيها شخصية حقيقية وأثر صادق. وهذا هو السر ديال المرأة اللي مهما بعدت الأيام والمسافات كيبقى الاسم ديالها مرتبط بالشعور زوين عمرو كيتنسى. كوني قريبة من راسك قبل ما تكوني قريبة من الناس. حبي راسك بلا غرور، وقدري قيمتك بلا تكبر، وبلا ما تخلي حتى شي واحد يقنعك بلي قيمتك كتجي من الرأي ديال الناس فيك. عرفي قيمتك براسك حتى الا ما صفق لك حتى شي واحد. سمعي كتر ما كتهضري. الناس كينساو بزاف الكلمات، ولكن عمرهم ينساو اللي سمع ليهم بقلبه وبعقله. خلي الحضور ديالك يكون راحه، وكلامك يداوي ويريح ماشي يجرح. ديري في بالك بلي الحاجه اللي كتجري وراها كتفقد القيمه ديالها. عمرك ما تجري ورا الاهتمام وتسولي الحب. خلي الاهتمام يسبق الحب، وخلي الكرامه تسبق التعلق. اللي بغاك غادي يلقاك، واللي قدرك غادي يحافظ عليك. كوني قويه وما تخليش القوه تحرمك من الحنان. كوني حنينه ولكن ما تخليش الحنان يخليك تنازلي على كرامتك. التوازن بين القوة والرحمة هو سر المرأة اللي كيبقى الأثر ديالها والدعوات يوصلوها فين ما كانت. ما تخافيش من الغياب، مني كيكون كيهينك وكيهين كرامتك. بعض المرات الانسحاب بكرامة كيكون أفضل وأجمل رسالة ممكن توصليها بلا مجهود. عمرك ما تشبتي بالأبواب المسدودة. قيمتك أكبر من أنك تطلبي بلاصة في حياة شي حد ما باغيكش. أحلامك وأهدافك وحياتك الخاصة خليها عندك، عالمك ما تبينيهش كامل. الناس كيجيو وكيمشيو، ولكن انت خاصك تبقاي مساندة راسك طول العمر. سامحي ولكن ما تنسيش الدرس، اعطي ولكن ما تفرطيش في حقك، وثقي في الناس ولكن خلي عينيك ديما مفتوحين، او اهتمي بالتفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة. اعطي كلمة طيبة، دعوة صادقة، سؤال بسيط على الحال، وابتسامة في وقت صعيب. هاد الاشياء كلها بسيطة ولكن هي اللي كتصنع الذكريات الكبيرة. واللي اهم من هادشي كامل، كوني صادقة وما تلبسيش اقنعة لشخصيات ماشي ديالك باش تعجبي الناس. الجمال كيجذب الانتباه، ولكن الصدق هو اللي كيخلي الانسان يبقى ديما في القلب. وتفكري ديما ان المراه اللي ما كتنساش ماشي هي اللي ما كيبقاوش الناس يهضروا عليها بزاف، ولكن هي اللي ملي كيتفكروها كيحسوا بشي حاجه زوينه وكيبتسموا. واللي من بعد سنوات طويله كيبقى اسمها مرتبط بالاحترام وبالخير وبالاثار الجميل. كوني مراه اللي لا حضرات زادت شي حاجه زوينه، وإلا غابت خلت اثر زوين. ما تعطي فرصة لحتى شي واحد يستغلك، لا عاطفيا ولا مهنيا، سواء كان من قريبة ولا من بعيد.
خلي المثاليه وراك واعترفي بالاخطاء ديالك ملي تغلطي. حنا غير بشر ماشي ملائكه. اي وحده ممكن تغلط عن قصد او غير قصد، او حتى الا غلطتي ما تلوميش راسك. كل خطا كطيحي فيه كتعلمي منه وكيخلي لك درس ما عمره يتنسى. ما تقارني راسك بحد، وما تقلدي حد، وما تخلي حتى وحده تكون قدوه لك. باش تكون عندك شخصيه مستقله وتكوني انتي القدوه لراسك، حاولي تنقصي من الطرطره وكثره الهضره. هذه صفه خايبه بزاف. مستحيل تلقاي انسانه متوازنه وعندها كاريزما كتهضر بزاف. كل ما نقصت هضرتك كتزيد القيمه والكاريزما ديالك. خلي الانوثه ديالك تكون مصدر ثقه بالنسبه لك، ما تخليهاش تكون نقطه الضعف ديالك اللي كتعطي فرصه لاي واحد يتلاعب بها. كوني ديما متواضعه واجتهدي على مستقبلك وحياتك، ولكن عمرك ما تبيني راسك باللي انت احسن من كل شيء. خلي ديما الابتسامه في وجهك. الابتسامه هي المفتاح السعاده والجاذبيه. ثق في راسك وبحثي في اي حاجه كتشغل بالك. كوني فقط واضحه وصادقه وحقيقيه بدون فلتر. تفائلي وحبي الحياه وبغيها باش هي تبغيك.